المتحدث العسكري بيعلن استشهاد طيارين إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني مفاجئ. سلام الشهيد! سلام! سلاح! لقي طياران من القوات الجوية المصرية مصرعهما إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية في مياه البحر المتوسط أمام الحواجز الصخرية بشاطئ شارع 63 بمدينة راس البر. وأسفر الحادث المؤسف عن استشهاد كل من رائد طيار محمد السيد سليمان، ملازم أول طيار باسم محمود شبل. وإلى شهدائنا الأبرار، انعموا واهنأوا في جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وقد انتقلت قوات الإنقاذ الجوي والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال جثماني الشهيدين ونقل إلى مشرحة مستشفى راس البر تحت تصرف النيابة العسكرية. وقال المتحدث العسكري في بيان له أن الطائرة كانت في طلعة تدريبية دورية قبل أن تتعرض لعطل فني مفاجئ أدى لفقدان السيطرة عليها وسقوطها في البحر. وتسود حالة من الحزن بين الأهالي وزملاء الطيارين، فيما تقدم العديد من المواطنين بنعي الشهيدين عبر منصات التواصل الاجتماعي، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.